في موقعة وصفت بأنها الأقوى بين المواجهات السعودية القطرية الثلاث في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، استقبل الهلال لخوية وكل منهما ظفر بكأس ولي العهد في بلاده هذا الموسم. ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض كان شاهدا على عودة البلجيكي إيريك جيريتس مدرب لخوية لفريقه السابق الزعيم السعودي. الشوط الأول تسيده أصحاب الضيافة، فبدأت محاولاتهم عبر الظهير الأيسر عبد الله الزوري، لكن الحارس كلود أمين كان مركزا ووقف سدا منيعا أمام جميع محاولات الهلاليين. في الشوط الثاني هدأت هجمات الموج الأزرق، فأشرك المدرب زلاتكو مهاجمه ياسر القحطاني بديلا لفيسلي. أنذر يوسف المساكني، لكن ردة فعله كانت حاسمة بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، هدف عزز من حظوظ الأخوية في الوصول لدور 8 وعقد مهمة الهلال في الدوحة الأسبوع المقبل. مباريات مش في الملعب نتاعنا، ما نكونوا نلعبوا على المرتده، والمفروض المباريات هذوما هما اللي يخليونا نلعبوا مرتاحين في الدوحه. الحمد لله اليوم شوط اول كنا حاضرين فيه، ومازال الشوط الثاني في الدوحه ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. وكما كان متوقعا سقط الشباب الإماراتي أمام متصدر الدوري الإيراني استقلال طهران في دبي. لويز إنريكي سجل أولا للشباب مع اللحظات الأخيرة للشوط الأول، وبعد 10 دقائق من انطلاقة الثاني أدرك جالويد صامويل التعادل للاستقلال، وحملت الدقيقة 73 الهدف الثاني للنادي الإيراني بإمضاء جواد نيكونام. بعده ابتعد زميله فرهاد مجيدي بالنتيجة بإحرازه الهدف الثالث للزرق. قلص قائد الشباب إدغار برونو دا سيلفا الفارقة بتوقيعه على الهدف الثاني، لكن خسرو حيدري رد عليه في الدقيقة 90 بإتمام رباعية الاستقلال.